السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لمسة تونسية. اليوم باش نعمل بيكم دورة في الريف التونسي وجمال طبيعته، وباش زادة نعمل معاكم أكلة تونسية تقليدية طيبة على الحطب. خليكم معايا خطوة بخطوة، نعيشوا اللحظة مع بعضنا ونكتشفوا جمال بلادنا من زوايا مختلفة بالطبيعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزادة حبيت نحكي لكم على جمال تونس وجمال طبيعتها. وتونس ما سماوهاش الخضرة جيست بالاسم أكا هو. تونس فعلا كل شبر فيها يحكي جمال مختلف من الشمال إلى الجنوب، وتلقى فيها مناظر ترد الروح. وفي الشمال الطبيعة والغابات، في تبرقة وعين دراهم وريحة الصنوبر والبحر في نفس الوقت. و... ونمشي شوية للشمال الشرقي، تلقى سواحل بنزرت، الحمامات ونابل، أماكن تجمع بين الجبل والبحر، وكل بلاصة فيها حياة وفرحة. وبطبيعة الحال في الوسط يعني تلقى سهول، أراضي فلاحية، زيتون وين ما تمشي. القيروان وسوسة والمهدية عندهم سحر خاص، بحر تاريخ وثقافة. وأما كيف تمشي للجنوب تلقى لوحة فنية أخرى تماما. الصحراء في تطاوين، دوز وتوزر، بالحق فيهم جمال صامت ما يتشبعش منه. والكثبان الرملية الذهبية مع غروب الشمس اللي يلون السماء، والنخيل اللي يعطي حياة وسط الرمل. اللي يمشي بالحق ويشوف الصحراء التونسية يفهم شنو معنى السكون وصفاء البال. تونس ما هيش كان طبيعة، هي صفاء الروح ونقاء الناس، ناس الجود والكرم. وبالحق البسمة ما تتنحاش من حتى وجه إنسان تونسي. و وكل منطقة في تونس عندها نكهتها الخاصة. في الشمال تلقى القهاوي تطل على البحر، وفي الجنوب القعدة تلقاها كان تحت النخلة. باختصار تونس تجمع البحر والجبل والصحراء في قلب واحد، وين ما تمشي تلقى منظر يحكي قصة ويحكي هكا حاجة مختلفة. المهم حبيت زادا نحكي لكم على بعض الناس يقولوا إنه تونس صغيرة. تونس ما هياش صغيرة كيما يتوقعوا الناس. تونس أكبر برشا من اللي يتصوروه الناس. تونس بحجمها أكبر من إنجلترا كاملة، وأكبر زادة من البرتغال وبلجيكا. وإذا قارنوها بالدول العربية تلقى تونس أكبر من الإمارات وقطر والكويت والبحرين. وكيف نمشوا زادة للبلدان متاع البحر الأبيض المتوسط تلقى تونس أكبر من اليونان. وكيف تسمع بالحق الحكاية هذه يمكن تتفاجأ، أما هذه هي الحقيقة. و... وتزيد المفاجأة وقت اللي تعرف اللي تونس أكبر من سنغافورة حوالي 227 مرة في المساحة. والمساحة هذه تعني برشا حاجات، تنوع طبيعي كبير، من الغابات يعني في الشمال، للسهول في الوسط، والصحراء في الجنوب. بلادنا عندها كل المناخات والمناظر، وكل جهة عندها طبعها الخاص. باختصار تونس ما هيش صغيرة كيف ما الناس تتصور، بالعكس هي بلاد واسعة ومتنوعة، بلاد تجمع في حدودها بين البحر والجبل والصحراء. و... و... وكل بالحق متر فيها يحكي على تاريخ ثقافة وجمال متفرد. واللي يحب تونس ويعرفها ما ينجم يقول يعني كان الحمد لله على نعمة الجمال هذا. وتونس راهي ما تتحكيش، تونس تتحس وتونس تتعاش. تونس فيها الحضارة وفيها الروح، بلاد واقفة بالحق كل يوم تتبسم وتستقبل الحياة. نحمد ربي بالحق انه انا من تونس. و... و... وبالحق كيف يعني نحكي على تونس، مش هي يعني تونس واجهة أكها، وتونس إحساس وذاكرة وانتماء. تونس بلاد تتعاش، تونس بلاد تتحس. وإن شاء الله النوع هذا متاع الفيديوهات يكون عجبكم، وكان عجبكم ما تنسوش باش تشجعوني بلايك وكومنتير للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتمنى بالحق انه المحتوى متاعي يعني يعجبكم. وكان عجبكم خلوا لي في التعليقات. وكما قلت لكم نتمنى اني نكون نقدم في محتوى نافع. ونحب هكا نكون يعني نحكي في حاجة يعني تمس العبد اللي يتفرج عليها، ويحس انه بالحق تونس هي بلاد لازمنا نفتخروا بها.
وبلاد لازمنا هكا نحكوا عليها، وبلاد لازمنا نعيشوا فيها ونحترموا بالحق بلادنا، خاطر بلادنا راهي ما كيفهاش. واللي هكا يحكي على تونس بالخايب نتصور راهو عنده نقص ولا راهو يعني مريض نفسي. وهذاك علاش يعني لازم نستحفظ على بلادنا. وكيما قلت لكم يعني تونس راهي ما يعني ما تتحكيش هو تونس تتعاش وتونس تتحس. وكي نعرفوا كيفاش نعيشوا فيها بالحق تعرف انه بلادك هي كنز فوق الارض. وتعرف انه بلادك ما كيفهاش. و... والمهم وكما قلت لكم يعني في اول الفيديو اليوم باش نعمل معاكم يعني أكلة تونسية تقليدية بنينة برشا. طيبناها على الحطب والغناي. الطاجين يعني الغناي نحنا نقولوا غناي، ما نعرفش يعني في الولايات الأخرى شنو يسموه. شاركوني في التعليقات شنو تسموه. والأكلة هذه باش نقولكم على الاسم متاعها. نحنا نسموها مبسة يعني ونرفسوها بالزيت زيتونة والعسل والشامية وغيره يعني. وفما ولايات أخرى ما يرفسوهاش ويسموها الأحراف. ولايات يسموها خبز أبراج وولايات يسموها زادة خبز مبسس. نحنا الحقيقة نسموها يعني كما قلت لكم مبسة. ونحنا نرفسوها ونجمو زاد نخلوها يعني من غير رفسان ناكلوها كيكة. أما الحقيقة نحبذو ديما نرفسوها ونعملوها سيرتو وقت الزيتون، وقت اللي يبدا يعني الزيت جديد، وقت اللي نرحو يعني أول رحية متاع زيت ويبدا زيت جديد نعملو الرفيسة هذه نسموها رفيسة متاع مبسة. وشاركوني أنتم في التعليقات شنو سموها. وأشقائنا في المغرب نورمال ما يسموها الحرشة. ويعملوها هكا في شكل ساندويتشات يحشوها من داخل بالجبن ولا قوطة ولا المهم الحاجات هذيكا وياكلوها والمهم ان شاء الله هكا الفيديو عجبكم. وان شاء الله زاد الوصفة متاع اليوم عجبتكم. وما نعرفش عاد فما يمكن يعني ولايات ما يعرفوهاش. شاركوني في التعليقات يعني تعرفوها ولا وقولوا لي من انا ولاية. المهم هاني باش خليكم تمتعوا عينيكم بالمناظر الطبيعية شوي. وبعد باش ندخل بيكم يعني في الوصفة. الحقيقة كيما قلت لكم راني ما نحبش نطول في فيديوهات، اما الله غالب حبيت بالحق نوريكم جمال البلاصة هذه. وراي بالحق بلاصة مش عادية. تصوير خايب شوية، اما الحقيقة هي في الحقيقة خير برشا من اللي يعني في الفيديو. وبلاصة جميلة جدا. وهذه يعني توا يعني كان تشوفوها في الربيع ما شاء الله وقت اللي تبدأ الدنيا خضرة وكل شيء. تبدأ بالحق حاجة أخرى في المنظر متاعها. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. وهذا هو المهم إن شاء الله نكون يعني نقدم في محتوى نافع كما قلت لكم، ومحتوى تستنفعوا منه الناس الكل. شوفوا لي هاك الجمال متاع الطبيعة. كما قلت لكم الحقيقة التصوير يعني مش حاجة، أما الجمال متاع البلاصة راهو بالحق ما شاء الله قد ما نحكي لكم على الجمال متاعها وشوي. هنا حبيت نوريكم هكا واحة متاع نخيل في البلاصة هذه ما شاء الله. آه يعني وهذيك اللي تشوفوا فيها هذيك عين يعني قاعدة تصب وحدها ما شاء الله يعني بلاصة اكسترا اوردينير بالحق. شوفوا لي هك النخلات ما شاء الله. بلاصة سمحة على الاخر، بلاصة مزيانة وكل. وتو باش نبدا معاكم في الوصفة اللي قلت لكم عليها المبسة التونسية. لهنا خذينا كيلو سميد احرش وباش ناخذ عليه كيلو سميد ارطب. السميد الاحرش يكون اكثر من السميد الارطب يعني لازم يكون اكثر من السميد الارطب. وباش نعملوا عليها رشة ملح صغيرة ونصف كيس متاع سكر. نصف كيس صغير يعني مش كبير برشا. والملح هاكم كما شفتوا تو يعني جيست في راس المغرفة يعني تكون هكا صغيرة يعني مغرفة تكون صغيرة وفي راسها تحط شوي ملح. ولهنا كما قلت لكم نص كيس سكر. باش نخلط كل شيء مع بعضه ونبدأ نبثبث فيها بالزيت زيتونة.
والحقيقة راني مشني يعني أنا حضرتها وكل شي، راني قاعدة نصور في أختي، جيت نحكي لكم يعني كي نقول لكم يعني نبثبث فيها وكل شي معناها جيت نحكي لكم يعني اللي لازم تبثبث وكل شي، مش أنا حضرتها الأكلة حضرتها أختي، وحبيت إن نشارك معاكم التفاصيل متاعها خاطر بالحق أكلة تقليدية تونسية بنينة برشا، ويعني كان أول مرة تجربوها شاركوني يعني كان باش تجربوها بعد الفيديو شاركوني في التعليقات كيفاش جاتكم. هنايا بثبثناها كيما قلت لكم بالزيت زيتونة وبعد نرشوا عليها شوي ماء مش برشا شوي ونبدأ نبثبثوا فيها هكاكا. لهنا نعملوا فيها في الليل راهو يعني مش في الليل يعني الدنيا ظلام يعني بريسك مع الخمسة ونص هكاكا الستة بتاع العشية، هذاك علاش التصوير كان هكا ظلام شوي وكل باش نتعشوا بها وكل راهي بالحق أكلة بنينة على الآخر وجربوها ما تندموش إن شاء الله. هنا كما قلت لكم نلموها لمين ما نعجنوهاش وتبدا هكا زاد الكونتيتي متاع الزيت اكثر من الماء نتصور، ولهنا بدينا نزيدو في السميد الاحرش بشوي خاطر باش يعني تكون القوام متاعها متماسك ما تكونش تتلسق وكل شيء، وهكا القوام متاعها كيفاش بريسك كيما عجينة الصبلة راهي مثلا الصبلة ما يتلم لمان حتى هذه تتلم لمان. ولهنا بعد ما لميناها باش نحلوها ومن بعد نقسموها أبراج ونحطوها في صحن ولا حكاية ومن بعد نمشي نطيبوها معاكم إن شاء الله على حطب. وراي بالحق ماكلت الحطب وحدها قد ما نحكي لكم على البنة متاع ماكلت الحطب وشوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندي جداتي تعمل في يعني في كوانين وغناي انتم يعني ما نعرفش شنو نسموه نحنا نسموه غناي وفما ولايات يسموه طاجين نحنا نسموه غناي. تعمل هكا كوانين أنا مثلا ريتو هذه نسموها معجنة اللي نعملوا فيها في الخبز هذا تو هذه نسموها معجنة وهذه عملتها جداتي. بالحق بريسك يمكن تو عندها بريسك هكا يمكن 15 سنة بالحق راني نحكي لكم في حاجة صحيحة تلمو يعني الحاجة اللي تتصنع باليد والحاجة هكا اللي تتصنع بالطين شوفوا يعني قديش تشد وقديش تبقى. وهذه ريتو ناكلوا فيها الكسكسي نقدوا فيها الكسرة بالحق ما شاء الله راهي حاجة الطين وحدها وسيرتو هكا راهو صحي على الآخر وكما قلت لكم راهي حاجة الطين وحدها. وتنشارك معاكم إن شاء الله مرة هكا جدتي تبدأ تحضر فيه يعني الطين وكل شيء تنشارك معاكم كيفاش تبدأ تصنع وكل. ولهنا كيما قلت لكم قسمناها أبراج وحطيناها طيب في الغناء ولازمها تطيب بالكدا بالكدا باش ما تكونش نية ولا هكا طرية تجيك معجنة وكل. أما كي تطيب بالكدا هانو يعني تنجموا ترفسوها وتكون بنينة على الآخر. وراني كما قلت لكم راه مش بالضرورة ترفسوها فما عباد ما يرفسوهاش يعني يخلوها كيما هي. هنا من بعد ما تحمرت بالكدا بالكدا قلبناها عجنة بالاخر ومن بعد ما تتحمر كيما قلت لكم باش نجبدوها ونرفسوها بيدينا وتاكلوا صحة وبشفى بالحق راي حاجة بنينة 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 على الآخر سيرتو أنا نحب الحاجات هذوما يعني متاع جدودنا وكل شيء وكل الحاجات الزمنية وكل نحب مع الآخر بالحق راني ونبرتاجي معاكم كان الحاجة السمحة والحاجة الباهية. شوفوا لي لهنا هاي قاعدة تطيب كما قلت لكم راهي بريسك الستة بتاع العشية نطيبوا فيها وهكا تعشينا منها وما شاء الله نودكم ونشاهيكم. هنا هاي قاعدة ترفس فيها أختي. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش في ساعة تتفتفت يعني ما هيش يابسة وكي تبدو هكا تاكلوا فيها بالمغرفة تجي فيها تقرميشة ما نحكي لكم على البنة ما شاء الله. وكما قلت لكم الأكثرية رانا نعملوها وقت الزيتون كي يبدأ فما هكا وقت الزيتون نبدو نحط وكل شو اسمها
لا إله إلا الله محمد رسول الله. الزيت جديد ونرفسوا به هذية، يعني اللي قلت لكم عليها المبسة هذية نرفسوها وكل شيء، ونقطها بالشامية وبالعسل وبالزيت زيتون، وتجي راهي بالسكر، يعني فما عباد يعملوها بالسكر. أما الحقيقة نحبذو نحنا العسل الخير، ولا تنجموا تطيبولها شحور خاص بها، يعني ما يكونش ثقيل برشا وما يكونش خفيف برشا، يكون هكا معتدل وتنجموا تخلطوه به. خير من السكر، يعني يبدأ يتحصحص في الفم وكل شيء. وراي بنتها كيف كيف، يعني كيما تعملها بالشحور كيما تعملها بالعسل، راي كيف كيف، يعني مفهمش حتى فرق. وزادك يعني في وقت الزيتون عنا زادا كرفيس التونسي، يعني كرفيس التونسي هذاك نعملوه برشا وقت الزيتون، نعملو كونتيتي كبيرة ونخباها ونبدو كل يوم ناكلو منها طرف، ما شاء الله بنينة على الآخر. تو إن شاء الله في يعني هو ما عادش برشا على وقت الزيتون، نشارك معاكم إن شاء الله كيفاش نعملوها، وراي بنينة برشا حتى هذيكا. وهذه زادة بنينة على الآخر، وكما قلت لكم راني نحب الأكلة التقليدية، ونشارك معاكم كان الحاجة الباهية والحاجة السمحة، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. ولهنا كملت أختي رفستها، عملت لها زيت زيتونة ولا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم قلت لكم عملت لها زيت زيتونة وباش تخلطها بالقدا بالقدا هكاكا. والحقيقة ما المرحلة متاع حطلنا العسل ما صورتهاش، يعني في بالي التليفون قاعد يصور أما الغالب ما صورتهاش. خلطتها لهنا بالقدا وباش تضيف لها زادة زيت زيتونة مرة أخرى، ما زالت ناقصة وقط رمارة ومش برشا، جيست قط رماه باش هكا تكون طرية شوي. شوفوا لي ما شاء الله بالحق حاجة راهي حاجة بالحق، قد ما نحكي لكم على البنة متاعها وشوي. وطريقة التزيين راكم انتم احرار، يعني تنجموا تحطوا فيها اللي تحبوا، تنجموا تحطوا حلقوم زاد يجي فيها، تنجموا تحطوا شامية، تنجموا تحطوا مكسرات كان عندكم، يعني حتى الكاكاوية تجي فيها وكل شيء. نحنا متوفر عنا شوي لوز وشوي جوزة زينا بيهم، والتمر زاد تزين بالتمر من فوق ويجي فيها التمر زادة من داخل. المهم لكم حرية الاختيار كيفاش باش تزينوها، راهي حتى تاكلوها هكا راهي بنينة على الاخر من غير تزيين من غير حتى شيء، بنينة 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 تهبل ما نحكي لكمش على بنتها. هنا بعد ما كملنا يعني طيبناها وكل شيء ورفسناها وكل شيء، عبيناها في الصحن وباش نزينوها كما قلت لكم بالشامية والتمر وشي مكسرات. نتمنى انه الفيديو يعجبكم، ونتمنى انكم تشجعوني بلايكات وكومنتات للقناة وهذا هو يعني. هنا قاعدة اختي تزين فيها بالشامية، وبعد ما حطينا لها شامية هنا قاعدين نضيفوا لها في التمر. كما قلت لكم التمر تنجموا تقصوه هكا بالمقص ولا بالسكينة، يعني طروف طروف صغار وتزينوا به من داخل، يعني الرفيسة تعبوا به الرفيسة من داخل. الحمد لله. شوفوا لي ما شاء الله الجمال متاع الطبق، وشوفوا لي بالحق البنة المنظر يحكي وحده. ننصحكم باش تجربوها راهي ناجحة 100%. وكما قلت لكم ما تنسوش باش تفعلوا الجرس وباش تعملوا لي كومنتات للقناة، ونحبها هكا تكبر بيكم بشوي بشوي. وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد وفكرة جديدة، وإلى اللقاء إن شاء الله نتقابلوا يعني كما قلت لكم في فيديو جديد.